اهلا معاكم مها من قناه ماس دايري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده هوريكم فيه اخر مشترياتي من دوبتيك، فخليكم معايا. اوكي، اول حاجه لازم اطفي ده. اليكسا طفي الديفيوزر. تمام. انه صوته عالي. مهم، فالحاجات بتاعت دوبتيك جبتها من هارفي نيكلز. تقيل قوي. طيب، اللي ما يعرفش دوبتيك هو محل عندهم عطور، عندهم شموع، عندهم شوية حاجات بودي كير اعتقد. بلا فيه صح؟ في هاند سوبس، وفي كمان هاند كريمز، بودي كريم. اعتقد في بودي كريم، صراحة مش متأكدة. بس احلى حاجة هم مشهورين بيها هي الشموع، والشموع بتاعتهم الحلو فيها ان هي بتيجي احجام، في احجام كده نتفة صغيرة، في حجم عادي، في حجم صغير، في حجم عندهم كده كبير. اول حاجة اخدتها من عندهم وهي الهاند سوب. الهاند سوب ده مكتوب عليه solution lavender هاند سوب. مكتوب كمان انه this hand wash gently cleanse lavender floral water and comforts the skin. هو ده شكله. معظم الكلام اللي مكتوب من هنا وهنا كله بالفرنش، مش بالانجلش. anyways، خلينا نفتحه مع بعض. بس على فكرة ده حجم كبير قوي بنات، ده 350 ملي. من اول ما فتحت العلبة ريحة اللافندر طلعت. مهم بنات. هو ده شكل الازازة، مكتوب عليه من ورا solution lavender smoothing hand wash made in France. اوكي. الاس ديت، يعني انا كنت فاكره يعني انه بيجي منها احرف على الازازه، بس انه لا، دي عشان حرف، يعني عشان كلمه solution يعني. المهم، الحلو في الموضوع ان هو ازاز. دي ازاز اوكي، وريحته خياليه. انا بحب اللافندر جدا، فدي ريحه حلوه. لونه ملوش اي علاقه باللافندر، صح؟ لونه برتقاني على فكره، او بني. في الاضاءه مبين اورنج، بس هنا مبين بني، ما علينا. بس فحلو قوي انه هي حتى دي هتكون لما بس يخلص الهاند واش تقدروا ترجعوا تستخدموها تاني. بس خليني افتحه اشمه. ريحته حلوه قوي، ريحته كده، ريحته لافندر، بس اللافندر مش المؤذيه، الهاديه قوي. وانا جربته على فكره في البوتيك. على فكره انا اشتريت الحاجات دي، مش عارفه قلت لكم في البدايه او لا، من هارفي نيكلز اللي موجود في فيستيفال سيتي. فجربته كده شويه وما كانش في مكان يعني ان انا اغسل في ايدي، فرحت على الحمام غسلت ايدي وعجبني. يعني ريحته حلوه وكده، بتحسوا ان هو بينعم الايد وما بيسيبش الملمس الناشف اللي هو بعد ما تغسلوا ايديكم، لا بيرطب الايد بشكل كويس يعني، فعجبني. تاني حاجه اخدتها وهي كمان الفيلفت هاند لوشن اللي من نفس المجموعه كمان. انا اكتر هاند لوشن بستخدمه ده، لو شايفينه ده بتاع ديور، اللي بريحه البارفان اللي هو جراي ديور. هو ده شكله بنات، بيجي برضو في ازاز، الكونتينر ازاز، وزي ما قلت لكم بس تخلص تقدروا ترجعوا تستخدموه تاني. يا بخت اللي اسمها بحرف الاي وبحرف الاس هناك، هتنبسط عليها قوي يعني. الريحه يعني اصلا فاحت اول ما فتحته، فخلينا نشمه دلوقتي. شويه. الله الله على الريحه، الله. فبتحسوه كده بيرطب، بس في نفس الوقت مش بيدهن الايد، يعني بشرتي شربته على طول. فحبيت اجيب الاتنين زي بعض، يكونوا الاتنين هحطهم في الحمام الله يعزكم. انه بس اخلص غسيل ايد خلاص برطب على طول باللوشن، انه بيكونوا بنفس المجموعه. عندي دايما اعتقاد كده ان الحاجه لما تكون الاتنين من نفس البراند، من نفس اللاين حتى، بتتفاعل مع بعض وبتدي الافكت المطلوب او الشغل بتاعها، يعني بتشتغل مع بعض تحسوها. معرفش ده صح ولا غلط، بس ده اللي انا بحسه يعني. عشان كده حسيت ان الاتنين مع بعض يبقوا كويسين. اوكي دوكي. الحاجه اللي بعدها وهي جبت البرفيوم بتاع دبتيك اللي اسمه ميموسا، اعتقد اسمه ميموسا ده.
اوكي، وده بيجي 150 ملي. الملمس بتاع العلبة دي مختلف، ده تحسوه ناعم اكتر، ده خشن صح؟ ده اخشن من دوت، يمكن لانه ده برفان يعني لازم يكون غير. نسيت اقول لكم، نسيت، لا ده مش برفان بنت، انا نسيت والله الحاجة، ده مش برفان، ده اسمه ايه، هوم سبراي او عطر منزلي، او يعني اللي هي البرفانات اللي بنرشها على المخدات او الكنب او السرير او مخدة النوم. ده اسمه ميموزا، اوكي، او ميموسا. الله، عايزه انام دلوقتي عايزه احط وانام. ريحته كده هاديه ريلاكست، انا عماله ارشه على ايدي وده غلط لان ده مش برفان. الله، ريحته كده هدوء، ريحته نوم. اوكي، بعد كده اخدت كمان برفان اسمه فلور دي بيو، يمكن يكون نطقه صح، الله اعلم. وده اودو برفيوم، اوكي، ده كام ملي؟ 75 ملي. هو ده شكله. خلينا نفتحه. بصوا بقيت افتح من فوق اهو، اوكي، مش من تحت. اللي متابعني كويس هيفهم قصدي ايه. الباكجينج فخم بشكل لا يمكن تتخيلوه. شوفوا بس شكل الكفر من بره ازاي، بيشهي، فخم جدا بجد، شكله حلو. ده بيتفتح ازاي؟ اوكي، افتحه كده اعتقد يعني، صح؟ اوكي، بعدين كده، اوكي، وده هو شكله بنات. فخامة الشكل تكفي اصلا. بصوا شكله عامل ازاي، الازازة شكلها حلو قوي. اوكي، خلينا نشمه. ليه ازايزكم بتفتح بصعوبة؟ نرشها على ورقة العادي، ده برفان صحيح. نرشه هنا. الله الله الله، الريحة. اوكي، اكيد 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 هلاقي وصف لده. خلينا نشوف في الموقع بتاعهم، يا رب الاقي. اوكي، اخيرا لقيت وصف ليه بالعربي حتى مكتوب. مكتوب عليه: اسطورة قديمة ترجمت الى عطر. بالنسبة لدوبتيك، المسك وحده هو الذي يمكنه ان ينصف حب ايروس. يقع المسك في قلب عطر يقع المسك في قلب العطر، فهو قطني وخفيف بقدر ما هو ناعم ورطب. مع تسليط الضوء على بذور السوسن والأمبريت يتم الكشف عن جوانبها الملموسة بالكامل. من الكلام الخلاصة يعني المكتوب، ان هو في مسك، سوسن، الامبرت ده معرفش ايه هو. فهو ريحته كده خفيفة وفريش برضو، يعني ريحته مش تقيلة. بس المهم ان دوت في مسك وزهرة السوسن، وريحته الصبح. سيبوه بس يبرد. هو في البداية بيكون تقيل شوية، بس بعد كده لما يبرد يعني يخف شوية ريحته بتبقى حلوة قوي. روحوا شموه بنات، لان ريحته بجد حلوة قوي. واساسا يعني الباكجينج بتاعه فعليا خطير. يعني انا ازاي ممكن ارمي دي مش عارفة، شكلها حلوة قوي. اوكي، والحاجة الاخيرة اللي فعليا كان نفسي فيها من زمان جدا، انا عندي من دوبتيك حاجة واحدة بس، يمكن عندي شمعة مش فاكرة الصراحة كان اسمها ايه لانه من زمان جدا، بس ريحتها حلوة قوي برضو. جبت شمعة وجبت الكراسول بتاعتها او المروحة. اوكي، هي كانت بتيجي كده في السات ديت. اوكي، ده شكل العلبة. المفروض ده يعني الشكل بتاع الهوليداي. alright، اخترت الشمعة. الست دي بتيجي ازاي؟ الست دي بتيجي الشمعة مع الكيروسول او المروحة في ست كده. اوكي، فاخترت الشمعتي المفضلة دلوقتي، افتكرت اسمها لما فتحت، اسمها باي. اوكي، هي بتيجي كده الست بنات، الشمعة مع الكيروسول. خليني
هشيل لكم الشمعة في البداية. الشمعة دي اسمها باي، ودي 190 جرام. اوكي كده شكلها، وريحتها خيالية، ريحتها نظافة قوي. دي اكتر اصلا شمعة بحبها، هي وميموزا، وفي واحدة تانية كمان، في واحدة تانية ريحتها حلوة قوي. انا شميت كتير هناك الصراحة، كنت محتارة، بس دي is my favorite. اللي بيحبوا الحاجات الفريش قوي كده وتحسوها صباحية اكتر حاجة يستخدم ديت باي. اللي كان نفسي فيه بقى من زمان قوي الكيرسل بتاعتها. اوكي انا دخلت الشمعة ليه جوه مش عارفة. الكيرسل ديت بتكون زي حامل كده، ينحط على الشمعة. بعدين ثانية واحدة، مش عارفة اتصرف بإيد واحدة. اوكي بعد كده بنحط دي هنا، وفي كمان حاجات تانية جوه. لا استنوا، خليني اظبط الدنيا وارجع لكم تاني احسن. انا قعدت كتير قوي اظبطها، بس هو ده شكلها بنات. شوفوا. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انتوا لما تشغلوا الشمعة هتقعد دي تلف كده بالراحة طبعا. كيف هتقعد تلف كده مع الدخان اللي بيطلع من الشمعة، هيخليها، او البخار اللي بيطلع من الشمعة هيخليها تقعد تلف كده. شايفين جمال؟ شكلها خيالي. وتقدروا بعد كده تشيلوا ديت وتحطوها على اي شمعة تانية بنفس الحجم دوت. دي صراحة كان نفسي فيها من زمان قوي، ودايما كانت بتكون out of stock مخلصة. شوف شكلها تحفة صح؟ شوفوا تركيبها سهل قوي، بس بيغلب شوية. يعني لازم تكوني كده قاعدة بتعملي كده يعني بالراحة كده وانتي بتعملي، علشان دول رقاق قوي. كانت دي جاية لوحدها ودي جاية لوحدها، يعني كلهم انا ركبتهم. دولت انا قعدت اركبهم دلوقتي، كانوا جايين منفصلين. طبعا المفروض الكيرسول ديت يعني ليها اشكال مختلفة تانية، بس ده اللي كان موجود عندهم لما انا رحت. فاذا لقيت اشكال تانية يعني ممكن اجيب منها. على فكرة انا لقيتهم موجودين على امازون. الله بصوا حلو قوي، لقيتهم موجودين على امازون، بس برضو كنت كل ما اجي اشتريهم بلاقيهم اوت اوف ستوك. طبعا سعرهم ارخص بكتير من دوبتيك. فدي كانت اخر حاجة اخدتها. قولوا لي ايه رأيكم، هبقى شغالة ان شاء الله واحط لكم فيديو فيها. خيالية. قولوا لي لو انا مقفره، لانه هي فعلا شكلها تحفه بالنسبه لي. يعني تخيلوا كده في الخلفيه كده قاعده وهي عماله تلف، شكلها حلو قوي. طيب بنات، دي كانت كل حاجه. ادوني بقى شويه هدايا صغيره مع الحاجات اللي انا اشتريتها. دي شمعه صغيره، مش بقول لكم بيجوا منهم احجام الشموع دي روزس. انا ما حبيتهاش الصراحه، يعني لما شميتها انا ما بحبش ريحه الورد قوي، يعني مش صاحبه قوي مع ريحه الورد. بصي كوتي كوتي صغنطوط ازاي يا مامي، بصوا بصوا قد ايه. ايه ده، ريحتها ورد. وانا صراحه ما بحبش ريحه الورد قوي يعني، فممكن ابقى اديها لاختي يمكن لو تحبها. بس شوفوا قد ايه حجمها صغنطوط وعسل قوي والله. المهم دي كانت اول حاجه. تاني حاجه ادتني بادي بالم ديو. دول حاجتين. اوكي لحظه، عشان انا فتحتها من فوق الصراحه. اوكي ده اسمه اوكي ده نفس البارفان اللي انا اخدته بالظبط، اللي هو اسمه فلور دي بيو، اعتقد اسمه كده. فادتني منه البادي لوشن وسامبل من البارفان نفسه. اوكي كانوا الاتنين جايين كده، فعشان كده اسمه بادي بالم ديو. تالت حاجة برضو سامبلز من بارفانات. سامبلز من البارفانات دي، اعتقد جوه بيكون في 2، لا واحدة بس، اللي هما كده الصغيرين. بس دي كانت الاربع حاجات السامبلز اللي اخدتها مع الحاجات اللي اشتريتها. توقعت ان يكونوا اكتر من كده يعني، بس ماشي. المهم عايزه اقول لكم حاجه، انه انا صراحه بعد ما خلصت واشتريت دول كلهم ندمت شويه. قلت طب انا ليه ما خدتش الادفنت كالندر بتاع الدبتيك، لان عندهم ادفنت كالندر. اللي ما شافهاش هحط لكم صورتها هنا، وانه يطلع لي برودكتس اكتر، هيكون فيها 25 برودكت وتقريبا نفس سعر الحاجات اللي انا جبتها دلوقتي.
بعدين لما فكرت يعني طول الوقت كنت ندمانه، خصوصا ان انا لو ملاحظين انا سايبه الفاتوره جوه لسه لحد دلوقتي. فقلت انه ليه ما اروحش ارجعهم واخد بدلهم الادفنت كالندر. وده اللي كان مخليني مأجله ان انا اصور الفيديو. دول بقالهم تقريبا اسبوعين تقريبا عندي، وده اللي بقول لكم مخليني ان انا اجل اصور الفيديو. قلت طب ليه ما اروحش ارجعهم واخد الادفنت كالندر بدلهم، انه يطلع لي 25 برودكت وكده. بعدين فكرت دلوقتي يعني النهارده قررت ان انا خلاص هصورهم وهفتحهم. ليه؟ الادفنت كالندر كلها سامبلز، ده رقم واحد. تاني حاجه فيها شموع كتير وفيها برفانات كتير، والشموع الكتير يعني كلهم تقريبا قد دي على فكره، صغيرين زي دي او يمكن اكبر شويه، بس على الاغلب قد ديت. which is doesn't make sense يعني بالنسبه لي كميه الشموع دي كلها انه يكونوا قد ديت. تاني حاجه هيكون فيها كل البرفانات اللي عندهم بس باحجام صغيره برضو، الطوال دولت. وبرضو ده انا مش يعني افرضي انا مش عاجبني البرفان، يعني انا مش عايزه دوت، انا عايزه اللي انا اشتريته دوت بس. ده ده انا عايزه ده بس. فقلت بعد كده لا خلاص، ده يعني كويسين حتى لو هم نفس السعر تبعت الادفنت كالندر، مش مشكله. مهم ان انا جبت الحاجه اللي انا عايزاها واللي انا محتاجاها، مش انه حاجات كتير تكون في الادفنت كالندر انا مش هكون عايزاها يعني. مع ان هي انتوا عارفين فكره الادفنت كالندر يعني ممتعه جدا وحلوه كده ان انت تقعدي تفتحي وانت مش عارفه ايه جوه، بس حسيت انه كده مع شويه هدايا صغيرين خلاص دول يبقوا كفايه. بمناسبه الادفنت كالندر عندنا 1 2 3، عندي 3 ادفنت كالندر موجودين. ايه ده؟ ما علينا. عندنا 3 ادفنت كالندر هفتحهم معاكم ان شاء الله قريب باذن الله، بس يكون في وقت كده ارتب لهم بشكل صحيح ومظبوط، لانه انا هنقل على بيت تاني ولسه شويه مشتته. وده السبب على فكره ان انا جبت دولت خليهم للحمام الله يسكم، انه كده خلاص حاجات جديده كلها في البيت الجديد ان شاء الله. ف مستنيه بس فرصه انه اظبطهم وكده، ويعني اكون جاهزه ان انا اصورهم بارتياح. فاهمين الشعور انه ايه؟ الحاجات من كتر ما هي حلوه او عجباني عايزه اصورها بمزاج. مش معنى كده ان انا بصور ده دلوقتي من غير مزاج، بس التانيين كده عايز لهم قعده. فاهمين؟ عارفين لما تكونوا جايبين حاجه جديده وتروحوا تعملوا بقى كوبايه قهوه كده ولا كوبايه شاي وتقعدوا كده ايه تفتحوها بمزاج؟ ده اللي انا عايزه اعمله. بس ان شاء الله افتحهم قريب معاكم في القناه. وبس دي تقريبا كل حاجه عايزه اقولها لكم. مش عارفه اذا من كتر بلعب العب فيهم مش عارفه اذا هلاقي لينكات للحاجات ديت. لو لقيت لينكات فيها في هارفي نيكلز هحطها لكم في الديسكربشن بوكس، لو ما لقيتش سامحوني، بس هسيب لكم على الاقل اسمائها يعني للمهتم. وبس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتم معايا. فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني. باي باي.